رمضان أهلا رمضان شهر مميز، بالنور جئت شهر الروحانيات والتغيير، وشهر اللي كلنا بنحاول فيه نكون أفضل. لكن اللي بيحصل الوقت بيطير والأيام بتجري والشهر بيعدي من غير ما نحس. رمضان مش بس شهر الصيام، لكنه فرصة ذهبية عشان تحسن حياتك في كل النواحي، سواء روحيا أو صحيا أو عمليا واجتماعيا. ولو استغليت الشهر ده صح هتطلع منه بفايدة كبيرة تكمل معاك طول السنة. فخلينا نشوف كده ازاي نقدر نحقق أقصى استفادة ممكنة من رمضان في كل جانب من جوانب حياتنا. عايزين نحس ان رمضان السنة دي فعلا غير فينا حاجات كتير. أولا على جانب الروحي، قربك من ربنا هو الأساس. رمضان فرصة عظيمة عشان تقرب من ربنا، والأهم إنك تطلع بعادات تكمل معاك لبعد رمضان. حاول تختم المصحف ولو مرة، حتى ولو كل يوم جزء صغير. الذكر فيك يطيب ولو مش قادر فجزء بسيط من حسن التدبر أحسن والقرآن كتير من القراءة بدون تركيز. حافظ على الصلاة في وقتها. لو أنت مش مواظب على الصلاة فرمضان هو الوقت المثالي عشان تبدأ تحافظ عليها. ولو محافظ عليها حاول تلتزم بالسنن وتصلي التراويح. الدعاء والاستغفار، كل يوم ادعي لنفسك وادعي ربنا يحقق لك أحلامك واستغفر ربنا كتير. غفرانك دايما خلي لسانك شغال بذكر الله. الصدقة ومساعدة الغير، لو مش قادر فمش لازم تكون بفلوس، ممكن بالمجهود أو الوقت أو حتى بالكلمة الطيبة. على الجانب الصحي، الصيام فرصة لصحة أحسن. رمضان مش معناه الأكل الكتير، بالعكس ده وقت مثالي عشان تحسن عاداتك الصحية. مش لازم يعني كل يوم يجيلك تخمة بعد الفطار من كتر الأكل. وحاول تلاقي وقت مناسب تعمل شوية رياضة، وحافظ على السحور لأنه مهم جدا. زي ما قلت لك رمضان هيكون فرصة عظيمة عشان تحسن صحتك أو تبوظها، أنت صاحب القرار. وفي حياتك العملية رمضان عمره ما هيعطلك. استغل ساعات الصبح من بعد الفجر في الشغل والمذاكرة، وعندك وقت كويس جدا بعد التراويح. حاول تقلل من السوشيال ميديا والتلفزيون عشان وقتك ما يضيعش على حاجات مش مفيدة. وعلى الجانب الاجتماعي، رمضان هو الوقت المثالي لصلة الرحم وقضاء وقت أكبر مع العيلة. محتاج قبل الشهر ما يبدأ إنك تحدد أولوياتك. أكبر مشكلة بتواجهنا كل سنة في رمضان إننا بنبدأ الشهر من غير خطة. لو دخلت رمضان من غير خطة هتلاقي الشهر خلص وإنت ما استفدتش زي ما كنت بتتمنى. لكن لو حددت أولوياتك ونظمت وقتك رمضان هيغير حياتك فعلا. كل سنة بنلاقي نفسنا بنقول أنا هختم القرآن كذا مرة، وهنجز حاجات كتير وأخلصها، هتمرن وأحافظ على صحتي، وهزور العيلة واستمتع بوقتي. بس في الواقع بنلاقي رمضان بيعدي من غير ما نحقق معظم الحاجات دي، وده لأننا زي ما قلت مش بنعرف ننظم وقتنا صح. محتاج تسأل نفسك 3 أسئلة: إيه الأهداف اللي أنا عايزها من الشهر ده، سواء كانت روحانية أو صحية أو عملية أو اجتماعية؟ وإيه الحاجات اللي أنا أقدر أستغنى عنها عشان أوفر وقتي، سوشيال ميديا، تلفزيون، أو إن أنا أسهر بدون هدف؟ مطلوب منك إنك تستغل وقتك بحكمة. رتب يومك هيمشي إزاي في رمضان. في منا اللي شغال بدوام كامل سواء من البيت أو بره البيت، وفي اللي لسه بيدرس، وفي حتى الأم اللي مش ملاحقة ومش عارفة تلم كل حاجة، خاصة لو هي كمان بتشتغل. الشهر ده بيكون تحدي كبير عشان الوقت بيكون ضيق والمسؤوليات كتير. في رمضان اليوم هيكون متقسم ل3 فترات رئيسية، من الفجر ولحد الفطار. أول ساعات اليوم من بعد الفجر دي وقت البركة والطاقة. ابدأ يومك بصلاة الفجر وأذكار وقراءة القرآن، والوقت ده بيكون مناسب جدا للمهام الذهنية. لو بتذاكر أو عندك شغل محتاج تركيز استغل الوقت ده لأن المخ بيكون في أعلى حالات النشاط. بعدها ممكن تنزل على شغلك أو دراستك، وكل ما وقت الفطار بيقرب ممكن تعمل مهام أخف تكون محتاجة منك تركيز أقل، وممكن كمان تساعد في تحضير الأكل وتجهيز السفرة. ولو حاسس بالإرهاق خد قيلولة عشان تشحن طاقتك. بعد الفطار لو أنت عازم أو معزوم فده وقت لطيف تقضيه مع العيلة أو أصحابك.
انزل صلي التراويح في الجامع وخد ولادك معاك، أو صلي مع أصحابك. بعد التراويح ممكن تروح التمرين لأن جسمك خلاص هيكون استعاد طبيعته. ولو انت مش متعود على الرياضة ممكن تتمشى شوية وانت راجع من الجامع. تقدر تستغل الوقت الهادي بعد التراويح في حاجات كتيرة مفيدة، زي قراءة القرآن أو المذاكرة والدراسة، أو تحاول تخلص وتنجز أي حاجة متعطلة عندك. ممكن تتعلم مهارة جديدة تنفعك في شغلك أو حياتك. ممكن تبدأ تشتغل على عمل جانبي يضيف ليك دخل. ولو مرهق وتعبان ممكن تاخد قيلولة وتريح شوية عشان تستعيد نشاطك وتستعد لليوم اللي جاي. حاول تحافظ على وقتك لأن الوقت هو أهم حاجة في رمضان. بلاش ضيع وقتك قدام التلفزيون، كفاية مسلسل أو اتنين بكتير، وحاول تتفرج عليهم وقت الفطار أو السحور لأنك في الوقت ده كده كده قاعد بتاكل. قلل السوشيال ميديا والتصفح العشوائي. بلاش تاكل أكتر من اللازم. رمضان مش مهرجان أكل، خليك عملي واعرف إن الهدف من رمضان هو التغذية السليمة مش التخمة. وحافظ على نوم منتظم، حاول تنام من 6 ل 7 ساعات، وعادي يكونوا متوزعين على مدار اليوم. إزاي تستغل رمضان في إنك تطور من نفسك؟ عندك وقت كويس جدا في رمضان إنك تتعلم حاجة جديدة. شوف أنت بتحب إيه أو عايز تتعلم إيه، برمجة، تصميم، تسويق. حاول تتعلم أي مهارة أنت محتاجها. ممكن تقرأ، اختار كتاب وقرر إنك هتخلصه في رمضان. أو حتى يا سيدي ممكن تفكر في مجالات العمل الحر اللي احنا اتكلمنا عليها وتتعلم منها حاجة مناسبة ليك. عايزك تخرج من رمضان وانت عندك عادات مفيدة تكمل معاك. في النهاية زي ما قلنا، رمضان مش مجرد أيام احنا بنصومها، دي فرصة عشان تقدر تغير حياتك بالكامل. فحاول تستغلها لأنها مش هتتكرر تاني على مدار السنة. فخد كده ورقة وقلم وابدأ دلوقتي اكتب خطتك لرمضان. شوف ايه هي أولوياتك واستغل كل لحظة في رمضان بشكل ذكي. وابقى قول لنا في الكومنتات انت هتعمل ايه السنة دي. وكل سنة وكلنا طيبين وبخير ورمضان كريم. مرحبا رمضان